في ناس اول ما حد يقرب منهم يبعدوا، واول ما علاقه تبقى جديه يحسوا بخنقه، واول ما يحسوا ان في حد بقى مهم جدا في حياتهم يبداوا يدوروا على اسباب تخليهم ينسحبوا. ايه غريب هنا ان هما مش بيكرهوا الحب، بالعكس هما محتاجينه زي اي حد، لكن فكره الاعتماد على شخص تاني او السماح ليه ان يشوف ضعفهم بتكون مرعبه بالنسبه لهم، وده بيسميه علم النفس التعلق التجنبي. يعني ايه التعلق التجنبي؟ التعلق التجنبي هو واحد من انماط التعلق اللي بتتشكل من الطفوله وبيأثر على الطريقه اللي بنتعامل بيها مع العلاقات واحساسنا بامان. الشخص التجنبي بيقدر الاستقلاليه جدا لدرجه انه ساعات بيشوف احتياجي عاطفي كنوع من الضعف او التهديد. ممكن يكون لطيف وناجح واجتماعي، لكن لما العلاقة تقرب اكتر يبدأ يحط مسافات بينه وبين الطرف التاني، مش لانه مش بيحب، لكن لانه اتعلم من زمان ان القرب ممكن يكون مؤلم، وان الاعتماد على حد ممكن يسبب خيبة او وجع. طب ايه اللي بيخلق التعلق التجنبي؟ في كتير من الحالات الطفل اللي بيكبر وهو حاسس ان مشاعره مش مرحب بيها، او ان احتياجه يحب واهتمام بيتقابل بالتجاهل او الانتقاد. بيتعلم حاجة مهمة جدا، ان لازم يعتمد على نفسه، وان اظهار الضعف او طلب المساعدة مش امن، فيبدأ يقفل على مشاعره ويقنع نفسه انه مش محتاج حد، ومع الوقت بيبقى اسلوب حياة، مش لانه قوي زيادة عن اللزوم، لكن لانه تعود يحمي نفسه بالطريقة دي حتى لو كانت بتكلفه قرب الناس منه. طب ايه هي علامات التعلق التجنبي؟ لو عندك تعلق تجنبي ممكن تلاحظ انك تحب مساحتك الشخصية جدا، وبتتوتر لما حد يحاول يقرب زيادة، بتواجه صعوبة في التعبير عن مشاعرك او احتياجاتك، بتحس انك محتاج تبعد لما العلاقة تبقى جدية او مستقرة، بتقلل من اهمية العلاقات العاطفية وتركز اكتر على الشغل والانجازات والاستقرار المادي. ولما تحصل مشكلة اول رد فعل عندك بيكون انسحاب بدل المواجهة، وممكن كمان تلاقي نفسك بتقول جواك انا تمام لوحدي مش محتاج حد. العلاقات بتعقد الحياة، لكن في حقيقة الكلام ده ساعات بيكون مجرد طريقة دفاعية عشان ما نحسش باحتياج او خوف. عارفين المشكلة الحقيقية فين؟ في الشخص التجنبي ده غالبا بيكون عنده صراع داخلي مؤلم، جزء منه محتاج الحب وقرب واحتواء، وجزء تاني خايف جدا من فقدان حريته او التعرض لأذى، فيفضل طول الوقت بين الرغبة في اقتراب والرغبة في هروب، لان الهروب بيحميه مؤقتا من الخوف. بيكرر نفس النمط في علاقاته مرة بعد مرة، ومع كل مرة يبعد فيها بيحس براحة لحظية، لكن بعدها ممكن يرجع يحس بوحدة او الفراغ من غير ما يعرف يفسر ده بسهولة. طب هل الشخص التجنبي ما بيحبش؟ لا، الشخص التجنبي بيحب وبيتعلق وبيحزن، لكن طريقته في التعبير مختلفة. احيانا بيخفي مشاعره حتى عن نفسه، واحيانا بيفضل يبعد بدل ما يعترف انه محتاج حد، وده بيخلي الطرف التاني يفتكر انه بارد او غير مهتم، لكن في حقيقة هو خايف اكتر مما يبدو. وفي حالات كتير الشخص التجنبي بيكون حساس جدا من جواه، لكن متعود يلبس قناع القوة واللامبالاة. طب ازاي نتعامل مع الشخص التجنبي؟ اول خطوة هي الاعتراف ان الاستقلالية شيء جميل، لكن الانسان بطبيعته محتاج العلاقات والدعم. الاعتماد على الآخرين أحيانا مش ضعف، لكنه جزء طبيعي من الحياة. تاني خطوة هي تعلم التعبير التدريجي عن المشاعر، حتى لو كانت بكلمات بسيطة جدا، زي أنا محتاج وقت أفكر، أنا مش متعود أتكلم عن مشاعري لكن بحاول، أو حتى أنا متوتر من القرب بس مش عايز أهرب. ومع الوقت الدماغ هنا بتتعلم ان القرب العاطفي مش خطر بالشكل اللي كانت متخيلاه، واحيانا مجرد ان تسمي احساسك وتفهمه بتكون بداية مهمة جدا في التغيير. واخيرا مهم نفهم ان بناء علاقة صحية مش معناه فقدان انفسنا او استقلالها. العلاقة الصحية هي مساحة بنقدر نكون فيها قريبين من الناس من غير ما نحس اننا فقدنا حريتنا وقيمتنا. فالخلاصة، لو لقيت نفسك بتهرب كل مرة حد بيقرب منك، أو بتقنع نفسك إنك مش محتاج حد رغم إحساسك بالوحدة، فيمكن المشكلة مش إنك شخص بارد أو مش قادر على الحب،
يمكن تكون بس اتعلمت تحمي نفسك بطريقة كانت مناسبة في وقت معين، لكنها دلوقتي بقت تمنعك من الحصول على قرب هي كان نفسك فيه. والشفاء مش معناه انك تتخلى عن استقلالك، لكن انك تتعلم ان الحب والامان ممكن يجتمعوا مع بعض. ولو وصلتي حد هنا قولولي في التعليقات، هل بتشوف نفسك شخص بتقرب من الناس بسهولة، ولا أول ما العلاقة تقرب بتبدأ تحس برغبة في هروب؟ وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.